احتفال لعيبه بيراميدز ومدرب بيراميدز بالدوري الوهمي المصري. عايز بس قبل ما اتكلم في النقطه دي انا عايز اوريك حاجه. اقسم بالله يا اخي شو هو اللي عم يحتفلوا باللقب وهو اللي عم يحتفل باللقب وبعد لهلا مش معروف مين اخذ لقب. يا جماعه هيدا الشيء مزبوط ولا انا عم بتخيل يا اخي شيء غلط؟ اخواتي المصريين هيدا الشيء اللي قدامي مزبوط ولا انا عم بتخيل في شيء هون بعقلي؟ لا والله في شيء بعقلي يا اخي، هيدا الشيء مزبوط. انا لما حدا حكى لي الموضوع قلت له شو انت عم تخبص يا اخي؟ لا والله مش عم خبص، صار مزبوط. هون في كاس وهون في معلم لعيبه عم يحتفلوا بدون كاس. شو عم بيصير يا اخي بالدوري المصري؟ على الاهلي فهمنا حاملين كاس، طب هون منافسين شو عم يحتفلوا باللقب؟ طبعا انت دلوقتي شفت انا عايز اتكلم في ايه يا جماعه. اللي حصل من احتفالات لعيبه بيراميدز ومدرب بيراميدز والحوارات اللي احنا شفناها دي كلها ومية مية مسرحيه والهبل ده يختصر لك المشهد بتاع الكره المصريه في مصر، او المشهد العام بتاع الكره المصريه. احنا في عبث، احنا احنا بقينا ضحوكه. احنا بجد ده نتيجه العشوائيه في اداره الكره المصريه. بس ده بدايه الكلام كده. الحاجه التانية اللي حصل ده، انت بتعمل كل ده عشان تنكد عليا، وبتعمل كل ده عشان تعمل شو يا جماعه ان انا مظلوم، لكن ما فكرتش في لحظه في مصلحه الكره المصريه. ما فكرتش في لحظه شكل الكره المصريه ايه قدام العرب والعالم كله. ده في 4-5 مواقع عالميين اتكلموا عن الحدث ده بلس اللي فيه كذا يوتيوبر في العرب دخلوا. طبيعي يخش يحفل بقى، ما ده ماده او محتوى كويس كوميدي ان انا اخش اتريق عليه، وكمان في مصر. فده حاجه يعني عندهم ما بتحصلش. فانت شفت رد فعل الراجل عامل ازاي، فده طبيعي، ده طبيعي. فاللي حصل من لعيبه بيراميدز، واللي حصل من مدرب بيراميدز، واللي حصل من اداره بيراميدز والحوارات اللي احنا شايفينها دي كلها، ليس هو الا تصرف طفولي بحت دون النظر الى مصلحه الكره المصريه. الكلام الكبير اللي انا بقوله ده ده بجد والله بجد. اصل موضوع يا جماعه، انت مش كده نسا وبس، انت تخطيت مصلحه الكره في مصر. طيب اخر حاجه عايز اتكلم فيها بقى، انت دلوقتي ايه يعني؟ ما احترمتش الموقف اللي انت عملته ده، ما احترمتش مسؤولين الكره المصريه بقى، ولا احترمت اتحاد كوره، ولا احترمت لجنه رابطه الانديه، ولا احترمت اي حد مسؤول عن الكره في مصر. فالحاجه اللي انا عايز اقولها، اين العقوبات؟ يعني ما امام عاشور بس ايه عمل حركه كده، او يعني كان في تصرف كده مع الامن، وطلع امبارح مع ابراهيم فايق وقال خلاص يا جماعه انا اتصالحت مع الراجل واتصورت معاه والجو ده، وخدت التيشيرت بتاعي كمان. ايه العقوبات؟ ولا 6 شهور ومش عارف ايه، وفي بقى ايه شو يعني حلقان بقى كده. طيب ايه فين بقى العقوبه من اتحاد الكوره او من لجنه رابطه الانديه ضد التصرف المسيء لسمعه الكره المصريه من بيراميدز ومدرب بيراميدز؟ في حاجه انا صحيح نسيت اقول لكم عليها يا جماعه. بكاء مدرب بيراميدز. يعني هو في ايه يعني؟ انت فرحان ان انت خدت البطوله؟ ده انت اندمجت، ده انت اخد بيت بتمثل احسن من عادل امام، ده انت بيت بتمثل من احسن ممثل في العالم، ده انت تخطيت ده ايه ده مش تمثيل، ده انت عشت الدور قوي يعني. فانا حاسس ان انا كاهلاوي يا جماعه بقابل مرضى نفسيين كتير قوي يعني من انديه حواليا، يعني بدون ذكر اي نادي. حركه ضحكه.